بجد دي احسن واسهل حاجه حلوه تعمليها في رمضان، وكمان فيها ريحه بقى وطعم رمضان، حاجه كده حلوه قوي. يلا بقى كده نبداها مع بعض. التحليه دي يا جماعه سهله جدا جدا. هنعمل النهارده نوعين حاجه حلوه بمكونات سهله وبسيطه، وان شاء الله موجوده في كل بيت. يلا بقى نعملها مع بعض. شايفين الجمال والحلاوه حلوه جدا جدا. هنعمل مع بعض كنافه بمهلبيه التمر، وهنعمل مهلبيه التمر. مهلبيه التمر يا جماعه حلوه جدا جدا، وطعمها حلو ونكهتها جميلة جدا كمان. هنعمل المهلبية، وهنعمل منها كاسات جميلة قوي قوي، وهنعمل منها كمان طبقة نحشي بيها الكنافة. هتبقى حلوة جدا جدا، وجربوها ومناسبة جدا في رمضان ومناسبة للعزومات وحلوة قوي قوي. يلا بقى كده، اول حاجة هنجيب التمر. طبعا كل بيت موجود ان شاء الله فيه تمر. التمر بقى قبل ما يبوظ من عندنا كده نلحق نستخدمه ونعمل بيه الحاجات الحلوة دي كلها. اول حاجه هنجيب التمر كده ونكسره. تمام، البلح الناشف اللي موجود عندنا في البيت عادي خالص. هنجيبه ونفصصه كده، ونغسله كويس جدا جدا عشان لو في اي رمل، ونسيبه كده ننقعه شويه في الميه، من اول بالليل للصبح او من الصبح لبالليل او ساعتين ثلاثه على حسب بقى ما يطرى معاكي. تمام. وهتروحي جايبه الخلاط، وهتضربيه في الخلاط تنعميه قوي قوي قوي. لو في اي قشور اي حاجه ممكن تصفيه، ما فيهوش. تمام. بعد كده بقى هقولك هنعمل فيه ايه. شايفه هنضرب بالطريقه دي كده، هننعمه كويس جدا جدا. اهم حاجه ان هو ينعم معايا قوي قوي. وزي ما قلت لك برضو، لو شايفه فيه اي قشور اي حاجه صفيه. ما فيهوش حاجه خلاص بقى ايه، تعاملي بيه كده على طول. انا لقيته ما فيهوش اي حاجه واتنعم كويس جدا جدا معايا. خلاص هاخده بقى كده، وهاخد كمان كوبايه من اللبن احطها عليه. تمام. ده كان حوالي كوبايتين من عصير التمر. ده ما فيهوش اي لبن لسه. هحط عليه كوبايه لبن كمان، وهحط عليه معلقتين نشا كبار. وهو اصلا مسكر، مش محتاجه ان انا احط فيه سكر كمان. لو حابه تحطي سكر حطي، مش حابه ما تحطيش. كده بقى هنزل بكوبايه اللبن. دي كوبايه لبن كامله الدسم، هتخلي الطعم حلو جدا جدا. جربوه بنفس الطريقه دي هيعجبكم قوي. انا حطيت معلقه سكر واحده بس، علشان انا بحب الحاجه مسكره. لو انت بقى مش بتحبي الحاجه مسكره ما تحطيش. وحطيت معلقتين نشا كبار، بيكونوا مليانين كده، معلقتين هرميين بس. وخلاص كده هنزل بقى بيهم على النار واقلب كويس جدا جدا. طبعا الاول قبل ما احطهم على النار لازم النشا دي تدوب كويس جدا جدا كده، علشان ما تكلكعش معاه. بس اول حاجه بقى بعد كده هحطها على النار، وابدا برضو اقلب اقلب لحد ما ايه، احس القوام بدا يتقل معايا. بس القوام بقى التقل ده، وبقى بالشكل الايه حلو قوي ده. هبدا بقى كده افضي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفه الجمال، شايفه القوام والطعم يا جماعه، ولا ريحتها بقى مش قادره اقول لكم حلو جدا جدا. بس هتزينيها بقى باي حاجه موجوده عندك، ببلح بتمر باي حاجه. انا كان عندي بلح كده، زينته بيه بلح طري، وتزيني بقى كده ايه بالشكل ده كده. بس وخلاص. هبدأ بقى كده اعمل حاجه كمان برضو بنفس الخطوات اللي انا عملتها دي. نفس الخليط اللي انا عملته ده هعمل بيه كمان حاجه حلوه قوي. هعمل بقى صينيه كنافه حلوه جدا جدا. بجد حلوه قوي قوي. طعمها كان خطير يا جماعه، جربوها بجد بنفس الطريقه حلوه جدا. هجيب صينية صغيرة، وهنزل فيها كده بحوالي معلقتين من السمنة وادهنها كويس. والكنافة بقى هكون حاطاها في الفريزر ومنعماها كويس جدا جدا. انا حابة الكنافة تكون كده. تمام. هاخد بقى نص الخليط بتاع الكنافة اللي انا نعمته كويس جدا، وهنزل بقى كده. لو الكنافة عندك ما اتعملتش كويس ممكن تطحنيها في الكبة. هنزل بقى كده في النص الصينية بالخليط اللي انا عملته، اللي هو المهلبية بتاعة البلح. هنزل بقى بيها كده على الايه، على الكنافة. هفرده بقى كويس، وبعد كده هنزل ببقية الكنافة التانية على الوش. وهكون مسخنة الفرن معايا. وممكن كمان يا جماعة ما تعملوهاش في الفرن، واعمليها على البوتاجاز عادي خالص. واحدة واحدة كده ولفي الصينية، هتطلع معاكي حلوة برضو قوي. بس هوزع بقى كده بلح على على المهلبية. ولو حابة تستغني عن الخطوة دي مفيش مشكلة. حابة بقى تحطي اي نوع مكسرات عندك حطي. حابة تحطي بلح، بس انا صراحة حبيت احط بلح لان الطعم هيبقى ايه، حلو اكتر. بس حطيت بقى كده الكنافة ووزعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اوزعها كلها كلها، وهظبط الصينية بتاعتي، وهحط بقى سمنة كمان برضو على الوش كمان. حطي بقى كمية سمنة حلوة كده عشان تطلع الصينية معاكي حلوة ولونها حلو وطعمها حلو كمان.
هوزع بقى كده السمنه زي ما انت شايفه كده. بجد الفكره حلوه قوي، وكمان حلوه جدا جدا. جربوها يا جماعه، بجد فعلا تستاهل التجربه قوي قوي. والله العظيم الفكره دي انا ما شفتها من حد، انا جربتها كده والفكره جت في دماغي وانا واقفه في المطبخ. بس بجد فعلا تستاهل التجربه. جربوها وفعلا حلوه قوي قوي. انا دايما بعملها بالمهلبيه او بالقشطه الكدابه، بس المره دي الفكره جت في دماغي ان انا اعملها بالطعم ده. بس فعلا عجبتني قوي، وطعمها حلو جدا 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 ويستاهل فعلا التجربه. بس هشربها بقى كده بالشربات وهو سخن عشان انا عايزاها تبقى طريه. وبجد كانت خطيره. جربوها، ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.